يعني بفراش الشيخ أكثر من ساعة، ساعة ونص، اثنين، يزن مثل ما يقول أهل الحجاز، يزن على رأسه. فالظاهر أنه قالوا جوا تقل، شلون يا شيخ تستقيل؟ الله يرحم، يا الله يصلح أحوال المسلمين، إذا استقلت مين يمسك هالثغرة؟ لا أنا ولا غيري نصح يسدها. فزن على رأس الرجل حتى جعله يقتنع بأن بقاءه على هذه الثغرة مهم، وأنه خدمة الإسلام والمسلمين. فبقي إلى أن أتاه الأجل المحتوم وهو ما زال في هذه الوظيفة الخبيثة. وحتى بلغنا من الثقات أنه وهو على فراش الموت رضي الله توفي في مستشفى الدفاع في الطائف رحمة الله عليه. جاءه كثير من طلبة العلم ومن من لهم مشاركة في الجهاد، وقال يا شيخ ترى فتوى استخدام القوات الأجنبية استغلتها الدولة أساء استغلال، واستخدمت في ذبح العراق وتدميره، وسيدمرون العراق قبل الأحداث الأخيرة هذه بسنوات. فليتك الآن وأنت قريب أنك تتقي بالله سبحانه وتعالى تتراجع عنها. فسكت، ما رد، ما جسر يتراجع. فالمقصود أن هؤلاء يعني أوردوه المهالك بإصرار على بقائه، وله مدرك كثير من الأمور. ليش ذكرنا هذه؟ حتى نبين أنه سبق أنه قيل لهم يا جماعة اعتزلوا واستقيلوا، ما يطبقوا أكثر من كذا. الشيخ ضرير وليس على الأعمى حرج، يجلس في بيته ولا يجبر ويخرج من هذه المهلكة. لكن يبقى عندك الشياطين وأهل الوساوس مثل الحيدان. الحيدان طبعا مثل أصحاب الملايين الآن، يمكن مليارات. بعض الناس دخلوا قصره يقول أصابهم اشمئزاز، قصره مثل قصور الأمراء في الزخرفة المبالغ فيها. عنده مجلس مثل حتى الناس يجون يحبون كتفه، صار يلقي الناس كتفه مثل عبد الله بن عبد العزيز. يعني رجل أصبح يعني أشبه بهؤلاء الطواغيت في هجه وسمته ومظهره والثريا الفاخرة اللي ثمنها 20-30 ألف ريال في سقف بيته إلى آخره. كلها ليست صفات العالم، ولا لا يعني إنسان يكون عنده أشياء جميلة. دكتور عنده مخططات وله أيضا محاضرة في الزهد دكتور. يعني يقال أنه يعني مرة في الطائف يعني ألقى محاضرة عن الزهد وخرج من باب الإمام فشهد وهو يركب يعني مرسيدس ما أدري كم، يعني 600 أو 1000 هو صراحة الناس ما فهموا قصده. يعني ألقى محاضرة في الزهد عن الجنة والإقبال على الدنيا، لكن هذا هو اللي هو يعني تزهدون يا شعب أنتم بالأموال حتى ونحن نأخذها نحن على السعود هكذا نتولها عنكم، حنا أولى بها منكم. يمكن زهد الإقطاعيين في أوروبا. نعم. يعلمون الناس الزهد والتفكير في الآخرة وهم أفسد خلق الله، نفس الشيء. فهذه هي المشكلة الكبرى التي يعني ابتلي بها هؤلاء. من كان فيه شيء من الإخلاص تحط به فئة من الشياطين الذين يزنون على رسولنا. ترى لو استقلت أنت انهدم الإسلام. أنا أؤكد لكل إنسان لو استقال ابن باز، حتى لو قتل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما حيضر حتى الإسلام، حتى وفاة الرسول ما تضر الإسلام، لأن دين الله بارز وغالب ولا يضر. حتى وفاة النبي المرسل لا تؤثر على الإسلام. فمن باب أولى أن استقالتك أنت ابن باز أو موتك يا المسعري في لندن ما يأثر على الإسلام. الإسلام سيستمر. فمن وساوس الشيطان أن تظن أن بقائك في وظيفة معينة يخدم الإسلام والمسلمين. أنت توقف في وظيفة معينة تحقق العبودية لله بطاعة أوامر الله في المقام الأول، ثم بعد ذلك يترتب عليها ما يشاء الله من خير أو من نصر الإسلام أو عدم نصر. هذا شيء يتعلق بها. فهذا اختلطت عليهم الأمور. بدل أن يقوموا بما أمرهم الله به تدخلوا في شغل الله سبحانه وتعالى. شغل الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهر الدين أو لا يظهره، هو الذي ينصر فئة من الناس على فئة أخرى أو لا ينصرهم. هذا شؤون الله سبحانه وتعالى. أنت شأنك إيش؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شأنك إيش؟ جاهدوا في الله حق جهاده. شأنك إيش؟ ما لكم وإذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. هذه شؤونك. إذا أنت نفرت وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت الله سبحانه وتعالى قد ينصرك وقد لا ينصرك لأسباب هو أعلم بها. هذا ما هو شغله. فهم أدخلوا أنوفهم فيما ليس من شغلهم. وغير هذا ليس هذا فقط، كل شغل هذا مبتدع وهذا كافر، كانوا معهم مفاتيح الجنة. المفاتيح ما عندك يا حبيبي، المفاتيح عند رب العالمين، هو اللي يدخل الناس نار الجنة. أنت فقط تقول هذه المقولة صحيحة وهذه باطلة. من قال هذه المقولة عالما غير متأول كذا كذا فهو كافر. ما عدا ذلك قد يكون مخطئ مجتهد. هذا كلام العلماء الراسخين. لا هذا جاهل، هذا منحرف، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا كذا. ما شاء الله صار في يدك مفاتيح الجنة يعني بشكل عجيب. اليوم حدثني إحدى الإخوان، كنت في مدرسة بنغالية بنغلاديشية، فيعني وهو يتألم حسرة قال ايش رايك في جماعة التبليغ؟ قلت جماعة جيدة، هي ليست سياسية وقامت بأدوار جيدة في الدعوة الإسلام. قال في إحدى المواقع السلفية محطوطة مع الفرق الضالة. قلت هذا يعني عدوان. قال أسوأ من ذلك، في السلسلة الفئات الضالة الموجودة محطوطة القاديانية، يعني موضوع فئة كفر مقطوع بكفرها مع مجموعة ربما يكون عليها اعتراض في مسألة أو مسألتين فقهية. كلام لا يعقل يا أخي. افصل قائمة من الفرق الكافرة المنتسبة للإسلام تضم القاديانيين والدروز والعلويين. هؤلاء كفار لأنهم مثلا الدروز يقولون بالتناسخ الأرواح، ما في آخرة، الآخرة مجرد كلام رمزي. هذا كفر صريح. ثم تأتي فرق منحرفة مثلا من خوارج ورافضة كما تسميهم إلى آخره. ثم تأتي فرق لديها بعض الانحراف أو بعض الأخطاء.
أما تضعها مع القاديانية في قائمة واحدة، يعني هذا كلام يعني من الإساءة ومن العدوان ومن الوقاحة والقذارة بما لا يعقل. دكتور، يعني كما نعلم يعني المفتي الحالي لآل سعود ذهب من ينصح الرجل ويستفتي في بعض مسائل هامة ضاع العراق وغيرها. نعم. وقال يعني الدوام سينتهي، باقي 3 دقائق من الوقت. وطبعا لا يتهرب، شعر بالحرج، عرف أنه سيحرج وسيوضع في الركن، فاحتج بنهاية الدوام. نعم. وهل الدوام له علاقة بالفتوى دكتور محمد؟ وهل يؤخذ يعني راتب على الفتوى؟ ما أدري والله. يعني ايش تقول بس الشكوى على الله، يعني الله المشتكى. أنا أذكر مثال هو لأنه الكلام دكتور أيضا متصل يعني في قضية يعني تجميع هؤلاء العلماء وصرف لهم الرواتب. هل في التاريخ يعني كان يعطى المفتي مال من الدولة؟ نعرف أن الفقهاء قبل أن تنشأ هذه المناصب الخبيثة في الدولة العثمانية في أيام انحطاطها الأخير، قبل ذلك ما كان فيه مراتب، كان فيه نعم قاضي وقاضي قضاة وإلى آخره. وهل تنتهي الفتوى بانتهاء الدوام كما يذكر أحد الأخوة؟ لكن فرض الإنسان كان يشتغل طول الدوام متعب، يقول الآن سانتهى وقت الدوام وأنا اشتغلت طول اليوم متعب يا ابني وأنا رجل عجوز. تعال لي غدا أو في البيت في المساء في البيت حتى نناقش الأمر، يعني يؤجله إلى وقت آخر منضبط. إذا كان متعب الإنسان قد يكون متعب وغير قادر الآن يعني منهك، هذا لا بس، لكنه ولا بحال من الأحوال يجوز الهروب من الفتوى. سوى يريد أن يهرب، عارف أنه سيحرج، لا محالة. دكتور، في إشكالية يعني حقيقة المفتي سيتأثر بمن يعطيه راتب دكتور. طبعا. فلذلك لا يعني قد يكون من شروط المفتي يعني أن يكون مغتني أو يكون يعني لا مش شرط، بس يكون مستقل عن الدولة، إما بأن لا يكون، إما يكون طبعا قلنا أن يجعل إفتاء رسمي للدولة لا يجوز شرعا، لأنه يجعلها دولة كهنوتية. قضاء رسمي نعم، لأنه وظائف الدولة القضاء بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. لأن هذه في هذه الحالة يجب المحافظة على استقلالية القاضي بأقصى درجة من المحافظة والحزم في متابعة مخالفة الاستقلالية وكل ما يطرأ على نزاهة القضاء والمحاسبة الصارمة، هذا من جانب. أما الفتوى لإبداء الرأي غير الملزم، هذا يجب أن يترك لكل من رأى في نفسه التأهيل العلمي، ومن رأى في نفسه التأهيل العلمي سيمتحنه العلماء ويفحصونه ويراجعون أقواله، وسيعرف ويشتهر هل هو عالم أو غير عالم، لأن العالم يفرض نفسه، لأن في مجتمع علمي مبني على قواعد موضوعية في كل علم العلوم حتى في الطب. يعني كيف نعرف أن هذا الطبيب جيد؟ بشيئين: أولا الأطباء الآخرين يذكرون ويثنون عليه وهم كثيرون وتختلف أجناسهم وأعراق وربما أديانهم. قد يوجد في الرياض مثلا أطباء القلب من هو مسلم، يوجد نصراني، يوجد بوذي وهو طبيب قلب جيد. فإذا كلهم قالوا إنه فلان، فنقول مثلا محمد الفقيه أخو الدكتور سعد مثلا، إنه فلان هذا طبيب قلب جيد، ما هو معقول البوذي والهندوكي والمسلم يقولون هذا لأنه مجاملونه في الدين، ومش معقول الأوروبي الأبيض والصيني الأفطس يقول إنه طيب إلا مجاملة له أو مراعاة للقبلية. إذا معناه فعلا جيد في المجتمع العلمي. كذلك الناس بالممارسة يعرفون هذا الطبيب جيد لأنه عالج كثير من الأمراض وأثبت نجاحا. فبهذا تنشأ عند الناس علم يقيني أن هذا طبيب جيد. كذلك بالنسبة للمفتي. كيف هذا؟ المفتي هناك مجتمع علمي ما تخلو، يعني من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أيام وفاته في عدد كافي من الصحابة يصحح بعضهم بعضا وينقح بعضهم بعضا، وما لم ينقطع في التاريخ الإسلامي حتى في أسوأ العصور يوجد مئات من العلماء. طبعا في عصور كان في مئات الألوف، هذه عصور زاهرة، وحتى في عصور الانحطاط يوجد مئات. فهؤلاء يعقب بعضهم على بعض، فإذا سمعت بقية العلماء خصوصا كانوا من أجناس مختلفة وبلاد مختلفة يثنون على فلان أنه عالم وأنه متمكن، فسيغلب على ظنك أنه عالم، لأن هؤلاء ليس لهم مبرر، لا مبرر قبلي ولا مبرر عنصري ولا مبرر مذهبي، لا سيما إذا كان مذهب آخر. ثم يأتي الناس يسمعون الفتوى ويسمعون كيفية احتجاجه وكيف يردون الأدلة. الناس ليسوا بهائم، الناس عندهم عقل أعطاهم الله العقل، كيف خاطبهم بالتكليف ويحاسبهم يوم القيامة، بس يقول لك لا هذا عنده فتوى متمكن، هذا متمكن، هذا يذكر أدلته. فتدريجيا ينشأ عند الناس وعند العلماء قناعة بأن هذا رجل متمكن وأهل لأن يفتي، فيدخل في مجتمع العلماء وينشأ عالم جديد وهكذا. فهذا يجب أن يبقى مجتمعا مدنيا ما له علاقة بالدولة. أما القضاء لأنه من أعمال الدولة ويجب إرغام الطرفين المتقاضيين على نتيجة القضاء، هذا يحتاج يكون من أعمال الدولة، لأن توضع الضمانات الدستورية والقانونية على استقلالية القضاء. فمن هنا الفتوى ليس لها علاقة بالدولة، ما ينبغي أن تكون لها علاقة بالدولة، بل يجب أن تكون مستقلة عن الدولة. الدولة قد تستفتي مثلا تناقش قانون في مجلس الشورى، عند المجلس طبعا خبراء وأخصائيين يكتبون الأبحاث، لكن إذا كان الأمر حساس مثلا، هل مثلا يجوز تجنيد النساء مثلا،
لو اختياريا. هذا أمر حساس خصوصا في المجتمعات المحافظة. ينشر هذا على الملأ في الصحف ويطلب من أهل الرأي والمشورة إبداء رأيهم والإتيان بالأدلة والنصوص الشرعية ومناقشتها، وربما يدعى لها مؤتمر علمي. إذا هذا تدخل فيه الدولة بالتوظيف وقعت الطامة الكبرى. ما نستبعد بكرة يدخل كفر البواح ويسكت عليه، مثل ما سكت على الكفر البواح لابن سعود. لا تجد علماءهم عمره ما يذكر نظام التبعية السعودي كانوا غير موجود، كانوا يعيشون في المريخ، ونظام التبعية السعودي موجود في زحل. ما لا يا حبيبي. والنظام الملكي أيضا دكتور لا يذكر، والنظام الملكي لا يذكر. نعم، يعني يعطي صيغة يعني عندما قيد ولي أمر. لا هو والعالم عادة لا يقول يستخدم كلمة الملك. في الغالب العلماء الحال يقول كلمة ولي الأمر. نعم، كيف ولي أمره ملك في نفس الوقت؟ نعم، هذه إشكالية كبرى. دكتور باقي 3 دقائق، فلو نأخذ بعض الأسئلة وتفصل فيما بعد. نعم. بعض الفتاوى. نعم. دكتور يعني أحد الأخوة يسأل هنا يقول عندما يقتل يعني رجال الأمن الآن في السعودية، يقال لهم يعني شهيد الواجب أو شهيد يعني الآن كما نسمع يعني بالصحافة، إلا أن الغريب رغم أنهم يعني سقطوا في المواجهات ولكن يصلون عليهم في المسجد، فهل يعني الشهيد لا يصلى عليه؟ نعم. هذا تناقض آخر. تناقض. نعم. بس الدولة تتلاعب يعني على جميع الحبال الممكنة. الصلاة في المسجد تديها فرصة لحشد الجماهير والخروج بجنازة حاشدة. نعم. وحضور التلفزيون إلى آخره. وبعدين هي لا تريد كأنها لا تريد، ما أظن هذا عملية عقلية ولا بفتوى من مشايخها، لا تريد أن تقر بأن هذا حالة حرب وقتال حقيقي، لأنه إذا كانت حالة حرب وقتال حقيقي صار الآن لازم تحرير مسألة الطرف الآخر ما هو. هل هم خوارج؟ هل هم كفار حربيون؟ هم ماذا؟ هل هم بغاة؟ ما أحكام البغاة؟ يأتي بعض الفقهاء يقول لك خلينا نرجع لأبواب أحكام البغاة في كتب الفقه، فينفتح باب شر ما ينقفل. لأن إذا رجعنا أبواب البغاة والخوارج سنجد أن أول ما يكاد يكون أجمع عليه الصحابة والعلماء بعدهم أن البغاة والخوارج لا يقاتلون حتى تتم محاورتهم ومراجعة حججهم. نعم. والتغلب على وحل جميع مظالمهم. هذا ابن سعود ما يقدر عليها، فتدخل إشكالية. إذن ما هم، فما في التدليس بين هذا الشهيد الواجب وفي نفس الوقت بأنه ميت من أموات المسلمين في الظاهر يصلى عليه، يعني تلاعب على حبلين فقط لا، وللخروج بالإشكالية. نعم. للعون معاملة الشهيد في ميدان القتال الحقيقي. اللي صار السؤال ليش ما صلوا عليه؟ لأنه شهيد، الشهيد لا يكفن. بس الشهيد في قتال كفار، هذول الكفار مش كفار، بغاة مش بغاة. طيب جيبونا كتب الفقه يفتح باب شر. مثل ما رئيس تحرير الدعوة ذكر رأى أن الحديث النبوي يفتح باب شر فشطب عليه. نفس الشيء. كذلك أحد الأخوة يسأل وما حكم يعني نفس المهاجمين الآن كأبو عبد الرحمن الأنصاري، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ والله اللي يتولون الدفن طبعا ما يسرون، يعني أهله لن يجسرون أصلا إنه ما يصلون عليه. لو ما صلوا عليه قالوا هذا الشهيد جاءت دولة بطشت بهم، فيضطرون يعتبروه ميت من أموات المسلمين. لكن لو كان مثلا في جبهات وفي معسكر مستقل مسلمين المفروض لا يغسل ولا يصلى، لأنه اللي قاموا بالعملية يعتقدون يقينا أنهم على جهاد. ففي الحالة هذه لا يغسلون ولا يصلى عليهم. هذا كان. بس طبعا الأهل لن يستطيعوا أن يجروا أن يعملوا ولا هذا. فالعملية يعني إشكالية، لأنه هنا لسنا لدينا هذا جو رعب يا دكتور، يعني جو رعب، يعني اختلط الحابل بالنابل، لأنه ليس هناك معسكر مستقل له راية وله قيادة مستقلة، وإنما هنا جماعة تجاهد، جماعات صغيرة جهادية تجاهد ضد نظام طاغي مسيطر على البلاد، فأصبح الوضع يعني عويص وصعب جدا. دكتور أحد الأخوة يسأل هنا يعني موقف المسلم الصحيح من المجاهدين في الجزيرة العربية الآن. والله أنا والسؤال يجب أن يكون مقدمات، ذكرنا عدة مرات. يجب أول مقدمة أن تتيقن هل هم في جهاد، هل ما يقوم به عمل مشروع، لأن الجهاد لا يمكن إلا يكون عمل مشروع، إذا كان عمل حرام ليس مشروعا. فلهذا يحتاج تحرير المسألة. ما هي الأنواع التي يقاتل عليها الناس؟ في ناس يقاتلون عشان يريدون مال أو فروج، هذا لقطاع طرق مجرمين، هذا نحن وكل إنسان يتفق على هذا. هؤلاء لم نراهم ذهبوا، يعني مثلا ذهبوا قتلوا هذا الرجل الأسترالي واعتبروا استراليا حربية وهذا حربي من جملتهم، واعتبروا أمانه الذي أعطاه ابن سعود غير موجود، لأن ابن سعود في نظرهم ليس دولة شرعية فليس له أن يعطي أمان، ولا يوجد مسلم معتبر أعطاه أمان. لو مسلم معتبر أعطاه أمان لكان له أمان، لم يعطى أمان. هذا في نظرهم. فببري على مقدمات، إذا توافقهم في هذه المقدمات تصل نفس النتيجة لا محالة. وما رأيناهم ذهبوا اغتصبوا زوجته، لا، ولا رأيناهم أخذوا الأموال وذهبوا بها وأودعوها في البنوك أو اشتروا بها بعارين كما يفعل قطاع الطرق، لا. إذا هم ليسوا من جنس قطاع الطرق، بقى من جنس هل هم يكفرون المسلمين بالذنوب كثير بالجملة على طريقة الخوارج؟ هذا معروف أنه ليس كذلك حاله. هم فقط يكفرون النظام وبعض القائمين على الدولة، بعض وليس كل. إذا ليسوا من هذا الصنف، إذا لهم اعتقاد معين. بقى تحرير المسألة، هل اعتقادهم صحيح؟ يجب أنت السائل أن تصل إلى هذا. كان تعتقد أن اعتقادهم صحيح وأنهم على جهاد فيجب أن تدعمهم لأنهم مجاهدين. إذا تعتقد أن اعتقادهم باطل والدولة دولة شرعية يجب أن تدعم الدولة. إذا كنت في شك من الأمر اقعد في بيتك ولا تتدخل واسكت. بارك الله فيك دكتور. نعاود إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، فاصل قصير نتابع بعده الحوار.
لك لا للزيف سفر القيم باقيا والماجد فوق الأنجم. أحبتنا الكرام، نود أن نحيطكم علما بأن موقع تنظيم التجديد الإسلامي